منذ أكثر من 1400 سنة، وما زالت دوائر الدنيا تدور وتطحن الناس برحاها، وتكشف معادن الرجال ومواقفهم. وفي ذلك العام الهجري، عام 61 للهجرة، جرى ما جرى من أول محرم حتى العاشر منه، حين دارت الدنيا بعكس ما أوصى به المختار الأمين صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. فما جرى على العترة الطاهرة كانت جرحا لا يندمل في ضمير الإنسانية. أيام، هاي الدنيا أيام. هاي الدنيا أيام. وفي ذلك العام غاب الضمير عند الإنسان وتجرد من إنسانيته، حتى أصبح الوحش أرحم منه، وظلمت الأنعام حين شبهوا بها، وهم كما وصفهم القرآن بل أضلوا سبيلا. ونسفت المبادئ وانقلبت القيم، ولكن خلق الله تلك الطينة من فاضل طينة آل محمد ليؤمنوا بالحسين وآل الحسين، وهم في الأصلاب لم يروه بأعينهم، لكنهم عاشوا معه في وجدانهم، وضميرهم يحسين بضمايرنا. صحنا بيك آمنا. لا صيحة عواطف هاي، هذه من مبادئنا. فأنصار الحسين سنة 61 للهجرة، وأنصار الحسين سنة 1447 للهجرة هم امتداد لذلك الركب المؤمن الذي صدق العهد مع الله، وكان شيخهم حبيب بن مظاهر الأسدي. قالت الأنصار: يا حسين ايش تقول؟ قال تبدا نصارنا وسالت العين، قال تبدا نصارنا وسالت العين، وهز حبيب العلم عد وجه الحسين. يا ابا عبد الله، اليوم نبني الدار ونشيد الدين، اليوم نبني الدار ونشيد الدين، اليوم الهموم اللي عليك نزيل. وهؤلاء أنصار تعلموا الوفاء من سيد الوفاء وقمر بني هاشم أبي الفضل العباس عليه السلام. الله يا حامي الشريعة، الله يا حامي الشريعة. الله يا حامي الشريعة. وبعد المشرعة كانت الفاجعة، وبعد الفاجعة كانت المصيبة العظمى. وحين سئل السجاد عليه السلام: يا ابن رسول الله، ما أعظم ما جرى عليكم؟ أقتل الحسين؟ قال لا. أقتل العباس؟ قال لا. أقتل علي الأكبر؟ قال لا.
حتى قال الشام الشام الشام. وخرجت زينب، ثم خرجت زينب عليها السلام تحمل الرسالة وتحفظ دين جدها. زينب يا غريبة، الله ايش مصيبة، الله ايش مصيبة. لكنها لم تنكسر ولم تهن ولم تمنح الأعداء لحظة انتصار، فوقفت عند جسد الحسين عليه السلام وقالت كلمتها التي خلدها التاريخ: اللهم تقبل منا هذا القربان. وحدك والعباس حام الضعن راح، وحدك والعباس حام الضعن راح، طاح الحسين وما وجهك فلا طاح. فسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى زينب الكبرى يوم حملوا الرسالة ويوم صبروا على المصيبة ويوم انتصر الدم على السيف. وسلام عليكم يا خدام الحسين، وأهلا وسهلا بكم باسم الحسين مع حفظ الألقاب والمسميات والعناوين. أيها الأحبة، اسمعوني صلاة على محمد وآل محمد بأعلى طاقتكم.